اغرب خلطات ورق عنب مرت علي بالكويت كلها. ليمون ودبس يا جماعه يقدم لكم علب ورق العنب والملفوف والاشياء اللذيذه، وعندهم الحين خلطات غريبه، ورق عنب بالتاكيز الاحمر والازرق والتشيتوز. تخيلوا الكومبو معي يا جماعه، حاطين لكم ورق عنبهم الذايب اللذيذ مع متقرمشات التاكيز او التشيتوز مع عصره ليمونه لذيذه. اللي يحب الفنادق هذول ترى وايد لذيذين. بس عاد خلينا نروح حق الكلاسيك شويه. عندهم بوكس ورق العنب بنوعين، دبس والليمون، تقدرون تضيفون السبايسي، بس ضروري اجرب المسخن دياي كويتي فريش يا جماعه، ما ينحط فيه دهن، يحطون زيت زيتون وبالفرن مو مقلي، فمع الصوص كان طعمه خطير، تقرمش وحامض حامض. المحاشي خذت قلبي، من اقوى الاشياء اللي جربتها. بصل والملفوف يا جماعه، وهم يصير سبايس بس انا حبيته مثل ما هو. عاد ورق العنب يا الله، دبس الرمان خطير، الليمون روعه، البطاط ذايب على الاخر، في احجام كبيره وصغيره. يا عمي هذا انا اكله بروحي عادي. تكفون شوفوا الورق عنب ايش كثر ذايبه، حنونه ولذيذ وحامضه. اليوم يا جماعه المطعم لات سلايدر اللي هو اكثر منيو متنوع موجود حاليا. الحلو فيه يا جماعه انه يقدم لكم كل شيء، من السلايدرز والبرجرز والمقبلات وحتى الهوت دوغ. طبعا احلى شيء بلات سلايدر يا جماعه انه 24 ساعه، والدقه بالتفاصيل يعني تخيلوا يضبطونكم بكل شيء، الكاتلري حتى الكنيدكس. ببلش اول شغله بالاكثر مبيعا بالنسبه لي وايد احبه، علبه المقبلات يا جماعه، فيها البافلو شريمب المفضل انا عندي، وفي الداينامايت تشيكن خطير يا جماعه، وعندكم الذره المكسيكيه عجيبه، وعندكم يا جماعه التشيكن تندر مع الصوص، واخر شيء يا جماعه عندكم اللودد فرايز. عرفت العلبه فيها كل شيء من انواع المقبلات، فما تحاتون نهائيا، ولكن نروح حق اللي معروفين فيه، السلايدرات اللذيذه يا جماعه. عندكم الكلاسيك بيف، الكلاسيك تشيكن، بينك بانثر وايد لذيذه، الورديه، هواي من المفضلات عندي. عندكم واحده يا جماعه السبايسي عجيبه الحمراء، واخر شيء عندكم يا جماعه الهوت دوغ اللي فيه كاتشب ما كليته للامانه، بس اللودد خطيره الصراحه.